كنت بلاحظ تملي اي حد قريب من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام عليه جدال. نعم. سيدنا علي عليه جدال. نعم. ستنا خديجه عليها جدال. عليهم السلام. ابوين سيدنا النبي عليهم جدال. عليهم حتى السلام. السيده عائشه كان عليها جدال. عليها السلام. ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المحمود بحق هو الله جل جلاله، والمصلى عليه هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. وبعد، السؤال اللي حضرتك تفضلت بيه أجاب عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة كلها: إن الشيطان قد يئس أو آيس أن يعبد في جزيرة العرب. يعني خلاص كده معناها ان محدش هيعبد الشيطان، يعني محدش هيعبد الأصنام مرة تانية. الحمد لله. وفي لفظ عند الإمام مسلم: والله ما الشرك أخشى عليكم. النبي قال محدش هيكفر بعدي خلاص، الحمد لله. ولكن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان سيلجأ إلى التحريش. يعني التحريش يعني سيلجأ إلى الوقيعة بين المسلمين. اللي هو حضرتك يبدأ النهاردة المسلم الطبيعي يجادل المسلم الطبيعي، تجده دائما يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب آل بيت سيدنا عليه الصلاة وأتم التسليم. لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ربنا نزل على قلبه آية عظيمة جدا. سيدنا النبي بلغنا عن الله تبارك وتعالى، وتعب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلاغ عن الله. وسيدنا النبي بالمناسبة مش أناني أبدا، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يحب ذاته ونفسه وربنا خده في رحلة أرضية سماوية وهو يقول عليه الصلاة والسلام: أدخلت الجنة، يعني شاف الجنة ودخل الجنة اللي هي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني فيها اللي ما فيش عين شافته ولا ودن سمعته. ولو قلت لحضرتك احلامي مش هتقدر تحلمي باللي موجود في الجنة. هضطر أقول حبيبي وكان يا رسول عليه الله الصلاة والسلام محبب لدى الله تبارك وتعالى. كل الأنبياء سألوا الله وطلبوا من الله، أما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله من حبه له كان يسارع في رضاه. فلو قال له: يا رب من فضلك أنا نفسي أفضل في الجنة، لتركه الله تبارك وتعالى. لكنه عليه الصلاة والسلام من شدة حبه لنا نزل وأكمل رسول الله دعوته حتى أنزل الله على قلبه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله. نيجي سيدنا محمد اللهم صل عليه عليه الصلاة والسلام. يعني كل الناس نفسها تكافئ سيدنا النبي على اللي عمله. أولا الله هو الذي يكافئ ابتداء وانتهاء، لكن النبي قال لنا حديث لطيف قوي، قال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. حضرتك قدمت لي معروف أو جميل، المفروض أقول لك متشكرين، ميرسي جدا، كتر خيرك. ده من باب اللياقه والذوق والادب، البروتوكولات بتقول كده. صح حضرتك، خلاص. فانا بروتوكوليا عاوز اقول للنبي متشكرين، اقول له كتر خيرك يا سيدنا النبي. اقول له ازاي بقى احنا الساده المشاهدين دلوقتي هنشكر سيدنا النبي، يا رب يكون سمعنا وحاضرنا. فسيدنا يقول ربنا ينزل عليه قرآن كريم: قل لا أسألكم عليه أجرا، يعني على تبليغ شرع الله لكم، إلا حاجة واحدة: المودة في القربى. إنكم تودوا مين؟ تحبوا آل البيت. تحبوا مين؟ آل البيت. تاني مرة تحبوا مين؟ آل البيت. خلاص. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام تحدث بعض الناس في سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وكرم الله وجهه، كلمه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من خصائص سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إن ربنا اداله الحتة دي. كان عليه الصلاة والسلام يقدر يقرأ اللي في قلبك واللي في ذهنك قبل ما تتكلم. صح.